واحد الحقيقه اللي قليل كيعرفها، وهي اغلب الصابون اللي كنستعملو يوميا في الاصل هو ماشي صابون. وحتى داك الاشارات المشهوره اللي كتقول باللي الصابون ديالهم كيقتل 99.9% من البكتيريا والجراثيم غير كذوب وهضره خاويه. في هذا الفيديو غنشوفوا هادشي كامل، واهم حاجه في الاخر ديال الفيديو غنوريكم واحد التجربه خطيره، ومن خلال هاد التجربه غتعرف الصابون المزيان من العيان. تفرج من الاول حتى الاخر، ما تمشيش بعيد ويالله بينا. صراحه ما عرفتش كيفاش غنبدا هذا الفيديو. اول حاجه راني توحشت يوتيوب بزاف، خبرت سيمانه ناري ناري ناري، وبطبيعه الحال راني توحشتكم. ثاني حاجه الصابون اللي كنستعملوه حنا يوميا هذاك ما صابون ما والو، وفي هذا الفيديو غتعرف علاش. قبل من هادشي كامل وندخل لكم في التفاصيل وندوي على شي حوايج اللي انت ما عارفهمش، اجي نشوفوا القصه ديال الصابون. عمرك سولتي راسك شكون اخترع الصابون اللي كنستعملوه حنا دابا يوميا؟ شكون هذا؟ الحقيقه الغريبه الصابون اللي كنستعملوه حنا دابا يوميا ما اخترعوه لا علماء لا اطباء لا حتى شي واحد، بل تكتشف بالصدفه من قبل آلاف السنين. القصه وما فيها في واحد الحضاره قديمه سميتها ما بين النهرين اللي هي دابا العراق. واحد النهار كانوا ناس كيطيبوا اللحم فوق العافيه، فبعد المره كانت كطيح داك الدهون ديال اللحم فوق الرماد. هاد الدهون هادي منين كتخلط مع الماء والرماد فكانت كتكون واحد الماده زالقه. الناس لاحظوا باللي داك الماده كتحيد الاوساخ، وهكذا كان هذا هو اول صابون تخترع في التاريخ. ولكن المفاجاه داك الصابون اللي اخترعوه ما كانش كيغسلوا به زعما الحمام وشعرهم وداك الشيء، لا، كانوا كيغسلوا به الحوايج وحتى الصوفه. الناس اللي كيعرفوا الصوفه كتعرفوا الصوفه. المهم ما علينا، كتجي ليام وكتمشي ليام والانسان كيتطور، ومن بعد ولاو كيخترعوا صابون ديال الجسم بحال صابون زيت الزيتون، صابون الاعشاب، صابون الورد، وزيد وزيد. اليوم كاين مئات والاف ديال الانواع ديال الصابون كيتباعوا. بحال مثلا في المغرب عندنا واحد النوع ديال الصابون مشهور بزاف، عرفتيه؟ الا عرفتي هذا الصابون نعرفك انت واعر، ما كنظنش شي واحد ما كيعرفوش. هذا الصابون هو صابون البلدي. غالبا هذا الصابون كيتصنع من زيت الزيتون ومكونات طبيعيه، وهذا الصابون بزاف ديال المغاربه كيستعملوه خصوصا في الحمامات. ولكن اللي خصكم تعرفوا كاين بزاف ديال الانواع اللي كيتباعوا في الاسواق ماشي حقيقيه، كتكون غير مغشوشه. خوتي اكثر حاجه انا كنت غالط فيها وهي الرغوه. فاش كتغسل يدك كتكون واحد الرغوه. بزاف منكم وانا والناس كيحسب لينا باللي داك الرغوه دليل على النظافه. الحقيقه المره اللي قليل اللي كيعرفها وهي ان الرغوه الكثيره ماشي دليل على النظافه، وهذه غير خدعه كيديروها الشركات باش يقولبونا، وانت غتعرف علاش. العلماء اكتشفوا باللي الدماغ ديال الانسان، الدماغ ديالك وديالي، كيبغي شي حاجه سميتها الرغوه. سبحان الله عقلنا كيربط النقاوه بالرغوه. انت فاش كدير الرغوه ديال الشابوان ولا ديال الصابون كتقول في راسك واه راه كنحيد الوسخ، راه كنظف راسي، ياك كاينه هذه ولا ما كايناش؟ هاد القضيه استغلوها الشركات مزيان، عن طريق ولاو كيديروا مواد كيميائيه قويه اللي كدير الرغوه باش انت تقنع ان داك المنتج قوي. ولكن الحقيقه الرغوه اللي كيسحب لك انت زوينه ومزيانه لك وكتنقك هي في الحقيقه بعض المرات تقدر تضر الجلد ديالك. اي صابون كيدير رغوه كثيره فغالبا هذاك الصابون فيه واحد الماده سميتها صوديوم لوريل سوليفات. هاد الماده هذه كيستعملوها الشركات في الصابون في الشامبوان باش تعطي رغوه كثيره. دابا اللي خصني نشرح لك انا، فاش انت كدير الصابون وداك الصابون كيخرج قوه الرغوه، الجلد ديالك كيتضرر عن طريق الزيوت الطبيعيه اللي كتكون في الجلد ديالك كتنشف، كيولي جلدك ناشف بالدارجه. من الاخر غتكونوا شفتوا واحد الاشهار اللي مشهور وما كنظنش شي مغربي ما شافوش. هذا الاشهار كيقول باللي واحد الصابون سائل كيقتل 99.9% من البكتيريا والجراثيم. اول حاجه واش هذا الشيء صحيح؟ ثاني حاجه علاش كيقتل غير 99.9% وما كيقتلش 100% ديال الجراثيم والبكتيريا؟ سؤال ذكي هذا. القضيه ديال 99.9% يقتل الجراثيم والبكتيريا هذه غير خطه تسويقيه، غنبين لكم علاش، ركزوا معايا. الحاجه اللي خصكم تعرفوا الا الشركه كتبت في البرودوي ديالها هذا المنتج يقتل البكتيريا والجراثيم 100%، فهنا كتعرض راسها للخطر والضرر. غتقول لي علاش؟ الا مشى شي واحد وغسل يدو بداك الصابون ومشى دار يدو في التلسكوب
وشاف يدو لقى جرثومه صغيره، فهنا ممكن ان ذاك الشخص يرفع قضيه على ذاك الشركه ويربحها. غيقول لهم كذبتوا عليا، كيفاش كتقولوا هذا الصابون ديالكم 100% يقتل الجراثيم والبكتيريا وانا لقيت في يدي واحد البكتيريا صغيره؟ فهاد الشيء علاش الشركات كيديروا 99.9%، حيت الا لقيتي شي بكتيريا صغيره ولا جوج ولا ثلاثه غيقول لك ايوا حنا كتبين لك 99.9%. غتكونوا فهمتوني صافي، القضيه مفهومه. اوكي، في الاخر ديال الفيديو غنقول لكم واش بصح داك الصابون واعر وكيقتل البكتيريا والجراثيم، وشكون حسن، واش هو ولا صابون الحجره. هادشي غنقولوا في الاخر ديال الفيديو. تفرج حتى الاخر. قبل ما نكمل دير واحد لايك، اشترك في القناه، ومرحبا بك يا خويا. واش في خبارك عزيزي المشاهد ان اغلب الصابونات اللي كنستعملوا يوميا هي ماشي صابون حقيقي؟ اواه، اش كتقول سيدي؟ اش كتقولها اناس؟ معظم الصابون اللي كنلقاو في الاسواق والمحلات التجاريه هي ماشي صابون حقيقي، بل كيكون غير منظف صناعي. وركز معايا لهاد الكلمه، حيت كاين فرق بين صابون طبيعي ومنظف صناعي. صابون طبيعي كيكون صابون حقيقي مصنوع من زيوت واعشاب والى غير ذلك من الاشياء. اما الصابون الاخر اللي بزاف ديال الناس كيستعملوه يوميا كيكون ماشي صابون حقيقي، الاغلب ديالو مصنوع من مواد كيميائيه رخيصه، وهاد المواد الكيميائيه هي اللي فيها المشاكل. وحدايا راسكم الشباب والشابات والناس الكبار والصغار، حدايا راسكم لان هادشي بصح فريمون خطير. بعض الصابون كتكون فيه مواد حافظه، وهاد المواد الحافظه هي اللي كتخلي الصابون لاكثر مده، بحال مثلا البارابينس. وشكون ما كيعرفش هاد البارابينس؟ مشهور هاد الكلمه وشحال مره قلتها. البارابينس هي ماده حافظه كتخلي المنتج لاكثر مده باش ما يتخمش وما تقيسوش البكتيريا. البارابينس كدار في بزاف ديال الحوايج، بحال في المنتجات ديال التجميل، في الصابون، في الشابوان، وزيد. المشكل هو ان هاد الماده عليها واحد الجدل علمي كبير. كاين دراسات بينت ان هاد الماده كتاثر على الهرمونات ديال الرجل والمراه، والاخطر من ذلك كاين دراسات بينت ان هاد الماده كتسبب السرطان. نقدروا نقولوا ربطوها بالسرطان، ماشي كتسبب السرطان ولكن عنده واحد العلاقه مع السرطان. المهم هادشي ما نتعمقش فيه، الا بغيتو نتعمق فيه نقدر ندير لكم شي فيديو بوحدو. قبل ما نختموا الفيديو بالنصائح القيمه ديالي، اجي بعدا ندير واحد التجربه، ومن خلال هاد التجربه غتولي تعرف الصابون الناضي من الصابون العيان. بقاو معايا نجيب المعدات وانا معاكم. الخوت جبت واحد السطل فيه الماء وصابون ديال الحجره، الصابون العاديه ديال الناس الفقراء ديال الدراوش. المهم هذه الصابون اللي كنستعمل انا عادي. شاركوا في القناه، خلي القناه تكبر باش نشريو معدات كبيره ونديروا داك الشيء في مختبر كبير ان شاء الله. مازال الخير، مازال في واحد الوقت غنوصلوا واحد النيفو ما يمكنش في الجوده. المهم قبلوا علينا دابا باش تعرفوا الصابون العيان من الزوين. نديروا هذه هنا بعدا باش ندوي معكم مرتاح. كتسمعوني كتسمع ربي يكون الصوت مزيان. المهم اول حاجه غنشدوا الصابون بحال هكا، صابون عاديه ديال الناس الدراوش، نديروا في الماء، نديروا الماء. اوكي درت شويه في الماء باش المهم انا نغسل يدي، ندير مثلا كنغسل يدي. صبروا النتيجه غتبان. هذا صابون واعر، نقول لكم علاش. فاش كنفرك يدي وكنغسل يدي مزيان ما كيخرجش الرغوه بزاف. كل ما الصابون ما كيخرجش الرغوه بزاف فكيعني صابون مزيان. بحال دابا هذا كيغسل مزيان وكيقتل الجراثيم والبكتيريا مزيان. الصراحه ما عرفتش سميت الماركه، ما عرفتش. اوكي نقدر ندير لكم اشهار او الماركه. هذا احسن من داك الصابون اللي كيدير 100 درهم 4000. هذا واعر زوين. واحد يوتيوبر مشهور سميتو احمد ابو الروب، هذا القدوه ديالي، كنت انسبير منه، سيد واعر تبارك الله. دار واحد التجربه، شد بزاف ديال الصابونات، الصابون السائل، الصابون العادي، وشاف شكون اللي كيحيد البكتيريا والجراثيم مزيان. تخيلوا لقى باللي ما كاينش الفرق، وباللي الصابون ديال الحجره العادي حسن وناضي وزوين، زعما عنده الفعاليه اكثر من الصابون السائل اللي كيقول 99.9 يقتل البكتيريا والجراثيم. نوصل يدي ونكمل معكم الفيديو. اوكي نختموا الفيديو بنصائح خفيفه بزاف. اول حاجه فاش تبغي تشري الصابون، شري داك الصابون الطبيعي اللي فيه مواد طبيعيه، قرا العلبه وتفهم. ثاني حاجه ديما بعد على داك الصابون اللي فيه الرائحه قويه بزاف واللي فيه قوه الالوان الكثيره، حيت داك الالوان كتكون غير مواد كيميائيه. ثالثا من عندي انا، شريو الصابون البلدي ولكن قلبوا عليه من مصدر موثوق وصافي. هادشي اللي كاين. الا وصلتي حتى لهنا شكرا بزاف،
نتلاقاو الفيديو الجاي، وتهلاو وبارطاجي الفيديو مع صحابك والله يعاون.